السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. آه معكم حازم مصطفى، أخصائي التحاليل الطبية. آه معايا دراسات عليا طبعا في الكيمياء الحيوي والفسيولوجي، فحبيت أطلع معاكم أتكلم كلمتين بس كده بخصوص أنا شايف في انقسام في البلد، مقسومين فريقين، فريق مع دكتور ضياء العوضي وفريق ضد دكتور ضياء العوضي. انا عايز اتكلم بحيث ان انا هقول انا رأيي الشخصي، مجرد رأي شخصي مش ملزم بيه اي حد خالص. انا الاول كنت ضد الدكتور ضياء العوضي، شفت له كام فيديو كده، طبعا الناس بيبقى فيديو ثواني ده، فكلام مش منطقي، وايه الكلام اللي بيقوله ده فانا بنيت وجهة نظري ان الراجل ده مش طبيعي. وبعد كده لما اختفى والموضوع حصل وبقى ترند والكلام ده، بدأت أتابع بعض الفيديوهات ليه، بقيت أكمل الفيديوهات للآخر. اكتشفت، قلت لأ، ده راجل. أنا نفسي استغربت ازاي واحد زي ده فاهم فسيولوجي الجسم كويس جدا جدا جدا، فاهم كيمياء الخلية كويس جدا جدا جدا، فاهم باثولوجي كويس جدا جدا جدا. كنت بستغرب ازاي ان الطب تخصصات، ان هو مربط الجسم كله ببعضه، وفاهم من اول الاكل بيدخل من بقك لحد ما الجسم بيتخلص منه اللي مش محتاجه، عارف كل حاجة بتدخل الجسم بيحصل في الجسم ايه وبيفيدك ازاي وبيضرك ازاي كل حاجة مربطها ببعضها. انا نفسي كنت بستغرب الراجل ده ازاي عنده ترابط في كل الافكار بتاعته وكل المعلومات، وازاي بيقدر يربطها ببعض. تاني حاجة قعدت افكر، ده راجل استاذ دكتور، واعرف انه اصغر واحد في دفعته خد دكتوراه في سن 31 سنة. ايه اللي يخليه يدخل في جدل زي ده فبدأت افهم لما بدأت اتابع الموضوع. الدكتور ضياء عنده فترتين في حياته، فترة لما كان بيبقى قاعد بيتكلم هادي كده كان وزنه زيادة، وفترة بعد كده لما كان بيعمل البودكاست والكلام ده واللايفات وبدأ يتعصب والكلام ده. الفترة اللي أنا كنت بتابعه فيه، أو اللي أنا الفيديوهات، الفترة اللي كان فيها فيديوهات ومعلومات وكنت بتابعه فعلا فيها والكلام ده، كانت فعلا معلومات غزيرة جدا جدا جدا. يعني مثلا لما اتكلم على الدقيق والحبة الكاملة لقيت الموضوع ده مقتول بحثا وكلامه صح ومعروف في كل حتة، وفعلا الحبة الكاملة هي أفيد. وطبعا حتى من أيام سيدنا يوسف الكلام ده، الحبة الكاملة هي أفيد من كل، يعني لقيت حتى بيتباع لوحده وكل الناس علميا برا مصر وجوه مصر عارفين الكلام ده، فده ما فيش جدال. الفراخ مثلا، موضوع زي الفراخ معروف الفراخ انها مضرة، مش بتموتنا صحيح بس مضرة، مش مفيدة زي اللحم. طيب مضرة ليه؟ اكتر حاجة فيها سالمونيلا هي الفراخ، بدليل انت لو جيت عملت الفراخ، الستات عارفين الكلام ده كله، لو طلعوها من الكيس بتاعها وحطوها في المية ويغلوه لازم يكبوا المية الاول، ما بيستخدموهاش لانها كلها سالمونيلا. تاني حاجة اللحمة تقدر في ناس بتاكلها ويل دان وميديوم ورير، يعني نص سوا ونية والكلام ده. والفراخ السمك ممكن السوشي بيبقى سمك ني والكلام ده. هل عمرك شفت حد بياكل فراخ نية او نص سوا؟ صعب مستحيل تلاقيه. ليه بقى؟ لان كلها سالمونيلا. البكتيريا دي، السالمونيلا، من اكتر البكتيريا اللي بتأثر على الجهاز الهضمي. طيب انت عندك زي مثلا ايه، دبوس الشكيت بيه، فصباعك بقى فيه شكة دبوس، اي حاجه بيعمل جهازك المناعي بيروح جاري على طول على المكان اللي فيه الجرح ده، وبيحصل في الاوعيه الدمويه فازو دايليشن عشان كرات الدم البيضاء تروح في المكان ده، ويحصل احمرار وسويلنج تورم والكلام ده عشان يدافع عن يعني المناعه بتدافع عن الجسم من الحاجات. طب لو كل يوم بقى، كل يوم انت بتاكل الحاجه دي وبتدخل المعده حاجه زي دي مكان الالتهاب ده. طبعا الفراخ برضو فيها حاجه اسمها اوميجا 6، الاوميجا 6 دي بتبقى نسبتها اعلى من الاوميجا 3. الاوميجا 6 دي بتعمل التهاب.
طيب انت بتعمل التهاب وكل يوم تاكلها كل يوم تاكلها، فيعمل لك التهاب في المعده. طيب حصل التهاب في المعده، خلاص المعده طالما في التهاب مش هتقوم بوظيفتها كويس. والمعده دي اساسا هي انت بتدخل الاكل عن طريق الفم، هي بقى اللي لها دور لما الاكل يتهضم تبدا تستخلص وتمتص كل العناصر اللي جسمك في مفيده ليه، ويبدا يوزعها على كل الاعضاء اللي في الجسم من طريق الدم. طيب لو هي مش قادره تشتغل وفيها التهاب مش هتشتغل كويس، ويحصل خلل في الموضوع ده. هو النظريه بتاعته كلها مبنيه على الموضوع ده. اي حاجه بتعمل التهاب للمعده او للقولون بيستبعدها. طيب انت ينفع النظريه بتاعتي دي تنفع اوتوماتيك اي حد عنده مشكله في القولون، علاج هايل للقولون. عندك مشاكل في المعده، علاج هايل للمعده. طيب هتقول لي ما هو قال لك وقف الانسولين وقفه. اولا هو ما قالش وقف الانسولين، الناس دي بتقطع الفيديوهات. هو بيقول ده نظام غذائي، انت طبيعي لما هتظبط النظام الغذائي بتاعك فطبيعي السكر هيبدا يتظبط، ولما السكر يبدا يتظبط طبيعي هتقلل الجرعات. ولو انت بتاخد تابلت مش بتاخد انسولين، هيبدا الدكتور ممكن يقلل لك جرعه التابلت لحد ما يوقفه. في فيديوهات كامله. لكن الناس بقى اللي بتجتزئ جزء بقى لما بيدخل في جدال مع حد ويتعصب والكلام ده كله، هو ده المرحله التانية بتاعته. لما بدا يدخل في منطقه هو كان في غنى عنها، انت كنت في خط متميز جدا جدا ومتفرد فيه وفاهم فيه كويس جدا جدا جدا، وما شاء الله عليك فيه. ده بدأت تدخل في جدال مع ناس والكلام ده كله، وعشان تثبت صحة نظريتك، مع ان هي نظريتك كانت صحيحة والناس كلها بتقتنع بها يوم عن يوم. فبدأ لما بينفعل الدكتور ضياء بيطلع منه فيديوهات او كلمات في لحظات بيجتزئوها، وهو ده اللي بيسبب الجدل. موضوع ان هو قال مثلا الملح ما بيأثرش على الضغط، لا هو ما قالش كده. هو قصده انت لو كترت في الملح، اهم حاجه لمرضى الضغط يبقى في توازن بين الصوديوم والبوتاسيوم. فعادي لو الملح رفع، لو عليت قصاده البوتاسيوم هيحصل توازن كده، مفيش مشكله. لكن المشكله لو الصوديوم زاد او البوتاسيوم قل او العكس او الكلام ده. طيب هو بيقول لك البوتاسيوم، البطاطس غنيه بالبوتاسيوم جدا جدا جدا. تاني حاجه هو بيقول انا بقول لك الحاجه دي مضره ما تاخدهاش، ما بقولكش ما بديلكش حاجه مضره. انت جرب، انت عندك مشكله، ده نظام غذائي زي ما بتروح لدكتور دايت جربه، والله فادك كمل عليه، ما فادكش خلاص. هو عنده حاجه اساسيات في الموضوع، عنده الحبه الكامله بتاع الحبوب واللحوم، دول اساسي. اي حاجه تانية تقدر تستغنى عنها او لقيتها بتتعبك وقفها، كل واحد غير التاني. الحبه الكامله اساسي، وطبعا احنا عارفين الكلام ده وده مثبت عليه. اي حد عنده مشكله في المعده النظام هيفيده جدا جدا. عندك سكر برضه هيفيدك، بس ما بقولكش وقف علاج، لا. هتلاقيت تابع بالتحاليل، لقيت السكر، طبعا اخصائي تحاليل طبيه وكده، تابع السكر لقيته بيتظبط معاك مع دكتورك ومع طبيبك. اي دكتور سكر بيتابع معاك اول حاجه بيقولها لك العلاج بدون تظبيط اكل وبدون نظام غذائي ملوش لازمه. فانت الاتنين مع بعض والله لحد ما توصل لمرحله لقيت انت خلاص بتقدر، طالما وصلت لمرحلة لقيت نفسك بتقدر تتحكم فيه بدون علاج، الدكتور يقول لك وقف وقف. لكن النظام هيفيدك في موضوع السكر، هيفيدك في القولون والتعب المعدة، هيفيدك لو عندك ضغط هيفيدك، تمام. اي نظام صحي هيفيدك. فأتمنى الناس تحكم بعقلانية. دكتور ضياء طبعا انا مش معاه خالص في موضوع الكانسر، فنظام الغذاء هيعالج الكانسر، مع ان الناس انا شفتها بعيني طالعه بتحكي تجارب زي دي، انا مش مقتنع بيها. لكن انت واحد بتاخد كانسر، عندك كانسر، خد امشي على النظام الغذائي مع علاجك، والله لو فادك مش هيضرك. بس ده اللي اقدر اقوله. لكن موضوع السكر وان هو قال الانسولين ومهما تاخد سكر وربع كيلو، هو ما كانش يقصد كده، هو ما قالكش خد ربع كيلو. انا شفت الفيديو كويس، هو بيقول جسمك محتاج ربع كيلو في اليوم عشان يقدر يشتغل، محتاج طاقه، الطاقه اللي بتشغله هي الجلوكوز. طب محتاج قد ايه ربع كيلو؟ طب هيجيبها منين؟ مش بيقول لك خدها، هو بيقول لك هيحرق دهون، جسمك هيحرق دهون وياخد منها، هيحرق كربوهيدرات وياخد منها.
هيحرق السكر اللي انت واخده وهياخد منه. كل ده في الاخر بيتحول لجلوكوز، مش بيقول لك خد 4 كيلو جلوكوز. تاني حاجة لما كان بيقول ان انت مهما تاخد سكر الانسولين هو يقصد ان الانسولين هو السكر هو المتهم الرئيسي في موضوع السكر، لكن مش هو. هو عندك التهاب في المعدة ومسبب لك مشكلة، فالكبد مش ملاحق على السموم اللي داخلة، فمش قادر يتخلص منها، وانت عمال تراكم له دهون. المهم بيقول لك اللي انت بتقيسه في الاخر السكر، لكن انت لو قست هتلاقي البي اتش مختلفة والدنيا بايظة في كل حاجة، لكن هو المتهم الرئيسي هو السكر بس. هو ده اللي يقصده، وهو ده اللي انا بقوله، ان الناس بتجتزئ من موضوع السجاير. انا شفت فيديوهات ليه بيقول السجاير مضرة، انا بشربها لوحدي ما بضرش حد غير نفسي بس. فأرجو الناس تفهم اللي انا كنت اقصد اقوله. تاني حاجة كان بيقول ان تاكل او تشرب وقت ما جسمك يبقى عاوز، وقت ما تعطش او وقت ما تجوع. حتى لما تجوع مرة اتحمل شوية، عشان جسمك طالما ما ادالكش اشارة ان هو جعان او عطشان يبقى هو مكتفي باللي عنده. انت ربنا خلقك معدتك فاضية، فهو بيقول لك ما تحملش او تدي حاجة زيادة الا لما جسمك يديك اشارة ان انا جعان. هو ده اللي بيقوله، هو ده اللي يقصده. ويقول لك صوموا وتصحوا ومش على نظام غذائي. فهو انا كنت اكتر الناس ضد الدكتور ضياء، وطبعا انا في بعض الحاجات مش معاه فيها، لكن معظم ومفيش حد انسان بيبقى كامل، لازم برضه هتلاقي فيه اخطاء، وهتلاقي فيه بعض الحاجات اللي بتقع من الانسان والكلام ده، لكن في المجمل هو حد فاهم كويس جدا، حد شاطر في كيمياء الجسم وكيمياء الخلية والفسيولوجي والباثولوجي وانا بصراحة كنت بحسده الراجل ده ازاي عمال يربط كل الحاجات دي بعضها بجسم الانسان كامل. لما في انسان بيبقى دكتور متخصص في القلب عشان يبقى متمكن في حاجته وفاهم كل حاجة وكل سنتي في القلب ده بيحصل فيه ايه، بيبقى متمكن. فما بالك بقى انه ده فاهم في جسم الانسان من العين لحتى الرجل والكلام ده كله. ربنا يرحمه. اللي عايز يتبع النظام يتبعه، اللي مش عايز براحته. بس هو في النهاية ما قالش لحد يوقف علاجه، وانا ما بقولش لحد يوقف علاجه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.